يا صباح الخير على هالأجواء الجميلة. الجو اليوم كلش طيب. راح ناخذ فرة بهاي المدينة. طبعا راح انزل وياكم من هذا الجبل، انزل هاي المسافة كلها نزول. هذا البناية اكو نزلة من حدر كلش قوي يطلعني ويا الشارع، هذا الشارع العام، هاي البيوت، هذا على الشارع العام. وبعدين افتر هناك ومول، وبعدين اروح نخلف هذا الجبل، هنا تصير السوق او الشارشة، اصعد بيها بالباص، تقريبا اخذ مني في 3 ساعات 4. خلوكم ويانا نشوف اليوم شلون راح يصير. صباح الخير يا عراق. شوف يا حبيبي، غابة، وهذا الشارع نص الغابة كله نزول. النزول مو مثل الصعود، بالنزل الحين راحتك تمشي، شوف شلون مرتاحة رجلي، قاعد تمشي وهوا طيب وماكو جهاد على القلب وتحمى وتعرق، لا. بينما بالصعود لا، حتى بالشتاء اتذكر بالفلوق ما شتاء صعدنا الجبل بالثلج، جسمي كله صار مي، لان تتعب، جهد عالي. سبحان الله. اسمع سبحان الله. كل عصفور له صوت. طبعا ما اقدر اشوفهم هذين، اعتقد بيها الكناري. اكو واحد يطول، شوف هذا يطول، اكو واحد بيهم يطول بالدقيقة، يعني يبقى يغرد. سمعتوا؟ هاي البيوت، هو بيتي هنا صار. شوف شلون غاب، هاي الغاب لان هو هسه اعلى من عندي، لان هذا الشارع في نزول، من نزلت فصار هو اعلى من عندي، وهاي بعد راح ننزل. كل ما تمشي شوية تلقى منظر احلى من منظر، لان احنا فوق الجبل كلش بدنا ننزل. هاي السيارة جتي بالنار، واحنا راح ننزل بعد بالشارع، ننزل لي جوي. هاي النزلة وصلت هذا المبنى اللي شفتكم اياه من فوق البيت، يطلع على هذا المنظر، كلش حلو المنظر هذا هنا. سبحان الله. وهذه هي النزلة الخطيرة جدا، اخطر نزلة راح انزلها. طبعا بالثلج بالمطر اعذروني ما اقدر اجي، يستحيل اقدر اجي هنا. شوف شلون منحدر، ما ينمشي بي، يعني هسه يابسه وتحس نفسك قاعد تزحلق. شوف ذاك الرجال، بس ما معتادين اكثر من عندي صراحة، يمشون بسرعة. يمكن سيارة قاعد تجي تصعده، اذا جبت السيارة شوف شلون تصعد مع المحرك، خصوصا هنا محركاتهم كلها 1 و2 بالعشرة، 1 و3 بالعشرة، ضعيف المحركات. يا راح يختفي. اختفى بالصعود مالته، لان صعد شوف شلون تصير، فكمان دا انزل فهو يروح صعد وبمسافه يمشي وبعدين يصعد، واني انزل فاختفت السياره. سبحان الله. اني همشي عندي او اوصلكم مناظر الطبيعيه اللي اقدر اشوفها اليوم، وهم تاخذون جوله وياي، وهم ما تعرفون علي شوي، هم ما نسوي لكم فلوقات حلوه. شوف هذا البيت الاصفر، اصفر يعني، عرفت الفكره؟ اصفر بعد المحرك مال هاي السياره. رجع سعود، رجع هاي نيسان، بس شنو المشكله؟ تلقى محركها 1 بالعشرة او 1 2 بالعشرة، كلش ضعيف، ما يصعد. بهاي الرينو يصمموها هاي الشغلات، تدرون ايطالي، فيصعد ايطالي ما ادري فرنسي، يصمموها هاي الشغلات جبليه، ويسموه ديزل، ومحرك زنجيل يسموه، اقوى يصير، صح صغير بس اقوى، مناسب للمرتفعات، مو مثل الياباني مخصص شارع عدل، يعني ما انصح بالكوري والياباني هنا. الفيات، شوف حتى البي ام دبليو، اسمع المحرك. هاي المراية تعكس الشارعين، الصاعد والنازل.
حتى واحد يشوف الثاني. لان بالحقيقه اذا تجي تشوف هذا صاعد ما يشوف اللي الصاعد منه، ما يشوف اللي نازل، خصوصا بهاي اللوفه. هاي بيوت اكو اشجار، فاحتمال يصير مشكله يعني اصطدام. فالافضل كل واحد يصعد ياخذ المكان البعيد، السير البعيد يصعد بيه. اكثر السواق لا يجي يصعد من هالاتجاه، النازل هم ينزل بهالاتجاه فيصير حادثه هنا تقريبا. فالافضل على الصاعد يجي حتى لو ماكو شيء، وباي وقت كان ياخذ فرة كبيره يلا يصعد بيها، حتى لو سيارته موتور مو سياره. كل الناس الضايقة عن الخطية بنات وكانوا موجودين ودي يدخلون جقاير، وانا جيت دخلت بالنص بكل هدوء. فهم كانوا يحجون بعدين التفتوا علي، يلا حسوا ان اكو واحد هنا، فهم رأسا راحوا يعني خطية. فاحتمال عكرت مزاجهم اني وبلا ما ادري. وهذا المعمل اللي صورتكم اياه من الفوق، باقي لنا شارع ويا الغابة، وننزل الشارع عام يدي هنا تسمعون الصوت. هذاك الشارع عام، وهذا يمكن هو المول. لا هذا على الشارع كلش قبله اكو مول، يعني قصدي هاي المباني اذا شفت السيارة هاي ناس الشارع يفوت سيارات، وهذا مبنى احنا قبله اكو المول. هنا جامع. يلا نروح نكمل طريق. هناك جو بهذا الشارع غير شكل، حركة. طبعا اكو ناس يجون بس حتى يفوتون من جوا هاي الاشجار، بس حتى يجون يفوتون من جوا هاي الاشجار مو اكثر. شوف شلون الاشجار كل مكان. فالناس هاي اكثرهم يجون بس حتى يفوتون من هالشارع. ليش؟ لان مظلل. سبحان الله. واليوم عطلة، الناس طالعة التفتار تلعب طوبة تتونس. واخيرا وصلنا الشارع، وهذا هو المول اللي صورت لكم اياه من فوق. راح نجي نشتري شغلات ونطلع، وهذا الباب الدخول. دائما اجي اخذ من عنده اشياء، اعشاب، كرزات، كل شيء يبيع، خصوصا زيت الشعر. بعدين لكم احكي لكم عليه مال زيت روزماري والسيروم، فد شيء رهيب مفيد للشعر. ويسوي قهوه بالماكينه، قهوه بالماكينه هاي طاحونه تطحن، صار الصوت صوت القهوه فشي، حتى الريحه فشي تطلع. طيب كلش طيب. شوف ايش قد نقول عليهم، اكو ناس بيهم قفاصه والاتراك يستغلون ما ادري ايش، بس اكو ناس طيبين صراحه. يعني مو مثل اسطنبول، اسطنبول وايد نشوف ناس تقفص تستغل بكل شيء. هسه هنا دا اجيكم وياه الرجال اول مره اشوفه، يعني هي كل مره بنيه توقف اشتري منها، هالمره رجال واقف. فبالحساب انا حسبت غلط ب 10 11 ليره، فطيته وقلت خل تبقى الليره مو مشكله خليه ياخذها. بس تفاجئ انه يقول لي اوقف اوقف لان باقي لك 11 ليره مو ليره. فاكو ناس طيبين مهما كان، فلا تسوون الظن بسبب كم شخص بده يسيء لبقيه الناس. يلا طلع شكلي حلو اليوم هاي بالكاميرا، يعني ما ادري احس نفسي سمنان، اول مره امشي بالشارع صار لي ما طالع. يلا خلينا نكمل وياكم.